الله تعالى مرة سأل ملك الموت: ما بكيت ولا مرة وأنت عم تقبض روح بني آدم؟ فرد عليه ملك الموت: ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فرد عليه ملك الموت: كنت أستعد لأقبض روح شخص وجدته يقول لصانع الأحذية: اتقن صنع هذا الحذاء ليكفيني من الملبس سنة. فضحكت وقبضت روحه قبل أن يلبس الحذاء. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء، وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء وقبضتها، وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نور يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري من هو هذا الرجل؟ إنه ذلك الطفل الذي قبضت روح أمه وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. سبحان الله.